السلام عليكم. عملت حلقة وكان عنوانها أحاديث البخاري تخالف ما جاء في كتاب الله، والحقيقة اتعرضت لهجوم بشع. الناس داخلة تهاجم بشكل رهيب. المهم اللي أنا لاحظته إن كل الناس اللي داخلة تهاجم 90% منهم ما شافوش الحلقة. هما خدوا العنوان أحاديث البخاري تخالف، كلمة تخالف بس، ايه الدنيا اتقلبت. بقيت اناقشهم، يا جماعة طب انتوا شفتوا الحلقة؟ اتفرجوا على الحلقة. الحقيقة انا شعرت ان احنا عملنا من صحيح البخاري صنم الناس بقت تعبده. ما هو زمان ايام الاصنام، ايام الجاهلية يعني، ما كانش حد يقدر يجي يقول ان هذا الصنم لا يضر ولا ينفع. تقدرش، ممكن يقتلوك زي اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. يا جماعة اقروا، طب اتفرجوا على الحلقة. طب لو انا كلامي منطقي او مش منطقي انت شغل دماغك، انما تاخد من عنوان الحلقة وتبتدي تهاجم تهاجم تهاجم. وبعدين دخلوا بقى في حتة ايه، ده انت كافر، كفرت. ده انا في واحد دخل لي سعودي اسمه ابو محمد، يا رب يكون بيشوف الحلقة، لقيته كاتب لي بيقول لي اخي عصام ادعوك للعودة الى طريق الاسلام، وعرض عليا عمرة على حسابه عشان اعود لطريق الاسلام. متخيلين عشان طلعت قلت ان في احاديث للبخاري تخالف ما جاء في كتاب الله. طب انا اقول لك على حاجة، والله العظيم البخاري فيه كوارث، اقسم بالله كوارث، وعمر رسولنا الكريم ما ينطق بهذه الكوارث ابدا، وعمر السيدة عائشة رضي الله عنها ما تنطق بهذه الكوارث. يا جماعة اقسم بالله طب انا اقول لك على حاجة. في حديث في صحيح البخاري بيقول الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة لقاها بترضع رجل من ثديها، فالرسول بيسألها مين ده؟ قالت له ده اخي في الرضاعة. ايه رأيك يا اللي بتدافع عن القصص اللي بتيجي في البخاري؟ انا عمري ما هسميها احاديث الرسول. انا بعد ما تعمقت في الموضوع وقريت كويس وكملت قرايه، عمري ما هسميها احاديث يا جماعه، عمري ما هسميها احاديث. ما ينفعش نقول عليها احاديث، دي كوارث، والله كوارث. طب اقول لك على كارثه تانية، وعلى فكره انا عايزك تراجع ورايا. انا مش هقول لك خد مني الكلام وروح صدق، راجع ورايا. كتاب البخاري موجود، راجع ورايا. طب اقول لك على حديث تاني. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتزلوا النساء في المحيض انه ايه؟ اذى. هل الايه دي ليها تفسير غير اللي احنا فاهمينه؟ الست اللي حائض ابعد عنها لحد ما تخلص الحيض بتاعها، لان الحائض بتاعها ده فيه اذى. خلص الكلام. تخيل ان في حديث حديث ايه؟ قصه في البخاري بتقول ان السيده عائشه بتقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يباشرني وانا حائض. متخيل؟ في البخاري موجوده في صحيح البخاري ان الرسول كان بيباشرها وهي حائض. قول لي ده معناه ايه؟ طب انت هتصدق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على كتاب البخاري ولا على كتاب الله؟ يا جماعة. وبعدين سيبك بقى من الناس اللي هي بتقول وش عرفك ان المصحف ده نازل من عند الله. عارف اكتر حاجة تصدقها ان المصحف ده نازل من عند الله ايه؟ ان مفيش كلمة من صحيح البخاري جاية في كتاب الله. ما هم لو كاتبينه او مش منزل من عند الله كانوا كتبوا فيه كل حاجة بقى. كل حاجة كانت اتكتبت قصة وفاة سيدنا موسى، كان اتكتب موضوع عذاب القبر اللي ما جاش منه كلمة في صحيح البخاري غير قصة آل فرعون. ودي مش كفاية يتبني عليها الخزعبلات دي كلها يا جماعة. ايوه خزعبلات، ايوه ما جاش كده. طب انا اقول لك على حاجة، المسيح الدجال ايه رأيك؟
ايه رايك في الراجل اللي هيجي اخر الزمان وجنته هتبقى نار وناره هتبقى ده احنا سمعنا قصص رهيبه وناس قاعده مستنيه المسيح الدجال ينزل او يجي مستنياه، وان سيدنا عيسى ينزل بالسيف في العصور اللي احنا فيها دلوقتي اللي فيها النووي وفيها الصواريخ العابره للقارات، سيدنا عيسى هينزل بالسيف يموته. الحاجات دي يا جماعه اتعملت عشان تتوه الامه الاسلاميه. المسيح الدجال والقصه الكبيره اللي اتعملت دي ما جاش منها ايه في كتاب الله. العلامات الصغرى والعلامات الكبرى ما جاش منها آية في كتاب الله. آية. ده مش معناه ان كل البخاري غلط، لا، في حاجات كتير جدا صح، بس اتدست. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، انا ما غلطتش في البخاري، انا قلت الكلام ده البخاري خدع واندس قصص في الكتاب للفتنه. الفتنة، احذر من الفتنة. طب انا هقول لك على حاجة دلوقتي. الغرب هل يعرفوا حاجة عن المسيح الدجال؟ هتقول لي دول كفرة وملاحدة. يا عم الغرب اللي متقدمين عنك بسنين ضوئية يعرفوا حاجة عن المسيح الدجال؟ طب انا هقول لك على حاجة. الراجل اللي اخترع البنج اللي انت كمسلم لو ما استخدمتوش لا قدر الله وانت بتعمل عمليه او بتعمل حاجه شوف الوجع هيبقى قد ايه. هل الراجل ده كان مستني المسيح الدجال يعرفه اصلا؟ اللي اخترع التكييف اللي معيشك في نعيم، التكييف اللي معيشك في نعيم في وسط جهنم نار اللي احنا عايشين فيها دي، هل الراجل ده كان مستني المسيح الدجال؟ طب ارجع للحوار اللي كان عامله الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر لما كان في الحفله بتاعه رئيس جامعة القاهرة، لما قال له ده احنا كمسلمين ما بنعرفش نصنع كاوتش، في الوقت اللي بره بيصنعوا دبابات وبيصنعوا صواريخ وبيصنعوا طيارات وبيصنعوا عربيات، انت ما بتعرفش تصنع كاوتش ليه؟ هو توهك. هو الناس القدام اللي هم كانوا انا اسميهم الاحبار توهوك، سحلوك في حاجة عذاب القبر ونعيمه والمسيح الدجال والمسيح اللي هينزل يخلص عليه وانت قاعد مستني طب انا اقول لك على حاجه، بيقول لك ان المسيح الدجال ده مش هيجي الا على اشرار الخلق، يعني كل لما يظهر الناس كلها هتبقى كافره. طب هو جاي ليه؟ طب ما الناس كلها هتخش النار، انت حضرتك جاي ليه؟ الناس كلها هتامن بيك وتخش النار، ده على القصه. ويقول لك إيه؟ لا في بعض المؤمنين. طب والمؤمنين دول هيستفيدوا ايه؟ عرفوا ان هو المسيح الدجال وكده كده داخلين الجنه، وجوده ليه؟ هيقول لك عشان الفتنه. هو في فتن اكتر من اللي احنا عايشين فيها؟ هو في فتن اكتر من اللي احنا عايشين فيها اللي بتظهر لك على الموبايل وبتظهر لك في الشارع وبتظهر لك في التلفزيون وبتظهر لك على الدش وبتظهر لك؟ في فتن اكبر من كده يا جماعه؟ احنا باللغه الدارجه اتسحلنا في قصص ما انزل الله بها من سلطان. راجع ورايا، مش هقول لك خد مني وراجع ورايا. وعلى فكره مش هسكت وهتكلم تاني وتالت ورابع، هتهاجم كتير، بس امام الله انا بقول الحق ولا اخاف في قول كلمه الحق لومة لائم. والناس اللي طالعه تقول لي ده كل واحد عايز يتشهر يشتم البخاري، يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، ما تبقاش بتتكلم، اتكلم بعقل، خليك عندك عقل. ربنا سبحانه وتعالى ميز البني ادم بالعقل عن الحيوانات. خلي انت عندك عقل، افتح واقرا، خش على النت واقرا، هات صحيح البخاري واقراه، هات الاحاديث الخرافيه اللي انا قلتها، الخزعبليه اللي انا قلتها، اللي عمرها ما تيجي على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تيجي على لسان السيده عائشه ولا ابو هريره ولا اي حد من الناس المحترمين والناس الافاضل اللي احنا عارفينهم. مفيش حاجه، ما قالوش الكلام ده يا جماعه، ما قالوش الكلام ده، ما قالوش. صحيح البخاري فيه كوارث، اقسم بالله كوارث تودي الامه في داهيه اللي عايشين فيها من الاف السنين،
تودي الامه الاسلاميه في 60 داهيه. وانا بقولها صراحه صراحه. هنعمل حلقه تانية عشان مش عايز اطول عليكم في الحلقه، هنعمل حلقه ثالثه ورابعه وخامسه، وهنتكلم على البخاري تاني والاحاديث المغلوطه والاحاديث الموضوعه والاحاديث الغير صحيحه اللي جايه في البخاري. اشوفكم الحلقه الجايه.